الطريق إلى العربات السياحية تفتتح أمام المغاربة. عبد الوهاب الودغيري عاشق للسفر والرحلات عبر مختلف مناطق المغرب، اختار العربة السياحية لتكون مطية للسفر رفقة أسرته بعد أن وجد فيها حريته في التنقل والمبيت. كنت في الاول كندير بون دي كومبينغ بلا طونط، من بعد بون دزنا بالكارافان كما كيسموها، وكان دائما الحلم هو الكومبينغ كار، وكتح الفرصه للعائله باش تسافر بلا دوك المتاعب ديال لوطيل ديال لي ريستورون كلشي، وكتكون انت والعائله مجموعه. عندك كلشي في الكومبينغ كار، سافير ما كتحتاج حتى شي حاجه، كلشي عندك في الكومبينغ كار. في منطقة أكادير التي تشهد خلال فصلي الخريف والشتاء تدفق الآلاف من العربات السياحية من مختلف الدول الأوروبية، أصبح لبعض الأسر المغربية مكان لها داخل فضاءات التخييم الخاصة بالعربات السياحية، مشهد جديد يعكس تجدد الميولات السياحية لدى المغاربة. مؤخرا بدات كتبان هذا الكونسيبت جديد بالنسبه للعائلات المغربيه اللي ولاو كيقتنيو لي كومبين كار واللي كيقوموا بجولات الان داخل المغرب. هذا الكونسيبت ما كانش قبل، كان خاص بالاجانب، ولكن الان بداو المغاربه ايضا كيتعاطاو لي كومبين كار. نحن اليوم نستورد العربات السياحيه الى المغرب، وعدد زبنائنا المغاربه في تزايد مستمر. لقد اصبح اليوم بامكانهم التمتع بهذه المناظر الطبيعيه في جو اسري واكثر استقلاليه. تدفق بالآلاف من السياح ذوي العربات السياحية وبداية إقبال المغاربة على هذه الوسيلة لا يوازيه برأي المهنيين حجم ووتيرة الاستثمار في بنيات الاستقبال المهيكلة. الحديث هنا عن فضاءات التخييم الخاصة بالعربات السياحية.